السلام عليكم اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حليوه سهله اقتصاديه، مكونات اللي متوفرين في اي بيت. حليوه ديال الفينو بلا بيض بلا طابع، كتجي رائعه في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وغادي ندوز ان شاء الله للطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج ان شاء الله في هذه الحليوه هذه. عندي هنايا 5 الكيسان ديال العنبه ديال الفينو، 5 الكيسان. وعندي هنايا كيس ديال سكر الفانيلا، وكيس ديال خميره كيماويه، بيضه واحده، ياغورت بنكهه الموز. وعندي هنايا كاس ديال السكر سنيده، وكاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. والحليب هنايا غادي نحتاج فيه حسب الحاجه. وعندي هنايا قبيصه ديال الملح. غادي ندوز ان شاء الله للطريقه. غادي ندير السكر، وغادي ندير الزيت، وقبيصه ديال الملح، كيس ديال سكر الفانيلا، ممكن تعوضوه بقشره ديال الحامض، وبيضه واحده، و ياغورت بنكهه الموز. كيف قلت لكم انايا كنفضل هاد النكهه ديال الموز على ديال الفاني. المهم الا بغيتو ديروا ديال الفاني ديروه. وغادي نزيد كيس ديال خميره كيماويه. هاد الحليوه هذه كندير كلشي دقه وحده، كنخلط كلشي دقه وحده، وكتجي ساهله في ظرف نصف ساعه ولا اقل. كتوجد هاد الحليوه هذه ساهله واقتصاديه في نفس الوقت. وهاد المقادير كنظن ما كايناش شي دار ما فيهاش هاد المقادير هادو. صافي هنايا غادي ناخذ هكا الحليب وغادي نعبرو قدامكم باش تشوفوا شحال درت. هانتوما كيف كتشوفوا هنايا درت كاس مع مرش ديال الحليب، وغادي نبدا نخلط بحال هكا وغادي نشوف شحال غادي تهز ليا بالضبط. صافي الخليط يكون شويه جاري، ما يكونش قاصح، باش تجيكم هكا الحليوه تجيكم هشيشه. صافي هذا هو القوام ديال الخليط بحال هكا. صافي هنا غادي نخليها واحد 5 دقائق غير نحسو بها تشربات. وهنايا الحليب هانتوما كيف كتشوفوا الكاس مع عمرش شيط منه غير هاد شويه هادي، جهز معلقه كبيره ديال الحليب. وهنايا غادي ندوز باش نكورها. هنا راني نسيت ما حطيت الفينو حدايا. المهم عندي هنايا الفينو فاش غادي نفندها، وعندي سكين باش غادي نزينها. كناخذ هكا شويه من العجين، مهم على حسب شحال بغيتو نتوما، واش بغيتوها زعما تكون كبيره ولا صغيره. كنكورها هكا وكنفندها هكا في شويه ديال الفينو بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنجيب سكين وكنحاول هكا نزين به بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا دابا. صافي وكنحط هكا في الطاوه اللي مفرشه بورق ورق الزبده. هنا هذا الورق هذا راه فايت ليا طيبت فيه الباكيت داكشي علاش بقى هكا، قلت بلا ما نضيعو. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكملهم كاملين بهذا الشكل هذا. صراحه هاد الحليوه هذه راه ساهله ودغيا كتوجد، وفي نفس الوقت راه بنينه صراحه كتعجب الوليدات. و نتمنى ان شاء الله تجربوها لهم في هذه الايام هادو اللي ما كنشريو. دائما كنقولها لكم ما كنشريو حتى حاجه من الزنقه.
وصافي. هنايا بعد ما كملتهم كاملين هانتوما كيف كتشوفوا داكشي اللي خرجت ليا. صافي دابا راني شاعله الفران قبل على درجه حراره هكا متوسطه، كنديرهم الفوق حتى كيتحمروا هكا من التحت، ومن بعد كنزلهم باش يتحمروا من الوجه ديالهم. وهنايا بعد ما وجدت الحليوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه في المذاق. صدقوني البنات غير جربوها والله الا كتجي زوينه، كتعجب الوليدات وكتعجب حتى الكبار. كتجي هكا محمره هانتوما كيف كتشوفوا. غادي نقطع لكم هكا وحده باش تشوفوا من الداخل كيف كتجي، ما كتجيش ناشفه. نتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش دائما من اللايك ومن الاشتراك في القناه اللي كيزورها لاول مره، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.